طبعا انا كان بقالي فتره ما بتكلمش رغم الاحداث كانت متلاحقه وفي احداث كتير. بس هو الجو العام كده للرياضه في مصر يعني جو مش لطيف. الجو ما يخليش الواحد ان هو يحاول ان هو يتكلم او حتى يشوف مباريات او يتابع اي حاجه، لان طبعا المنظومه كلها زي ما انتم عارفين واللي حصل في الدوري العام والثلاث نقط اللي اتخصموا وبعد كده رجعوا تاني، رغم ان احمد دياب قال لك احنا هننفذ او طلع بيان احنا هننفذ كلام اللجنه الاولمبيه ايا كان. طبعا لما اللجنه الاولمبيه طبعا ما اتخذتش قرار على هواهم، قال لك مش عارف نروح لجنه التظلمات وهم محصلين قراراتهم، والموضوع راح للفيفا، والموضوع خلي بالكم مسمع في جميع الدول العربيه. حتى احنا اضعف دوري على مستوى العالم. مفيش حياديه، مفيش عداله، انت مالك ده يكسب ده يخسر، انت تنفذ القانون وخلاص. دي نقطه يعني كنا حابين نتكلم فيها. النقطه الثانيه الكابتن اللي بيطلع علينا كل شويه بيقول كلام غير صحيح وغير سليم. دايما بيظهر تحيزه ويبث في سموه في الوسط الرياضي. اللي طلع قال لك ده بعد خروج النادي الاهلي من سان داونز ان اللي ضرب كولر ده مش جماهير الاهلي، احنا عارفين هم جماهير مين. يعني بيقول كلام غير معقول وغير طبيعي. ويعني هل هو بيضحك على الناس؟ يعني هو بيضحك على الناس زي كان بيضحك عليهم في الانتخابات ويخش باعترافه ان هو بيزور الانتخابات ويقعد يملى ويحط في الصناديق. يعني اصلا مفيش مصداقيه خالص. طب انت دلوقتي بتقول ده مش جمهور الاهلي، امال جمهور مين؟ طب هو لو جمهور الزمالك هيضرب كولر ليه؟ ده هيسقف له. لان جمهور الزمالك في فئه كبيره منه كانت عايزه الاهلي يتغلب. فالكلام غير طبيعي بصراحه من شخص بيتصرف تصرفات غريبه. وحتى بدليل النادي الاهلي عمل اعتذار لكولر واحنا بنحبك وبتاع، وعمل اعلانات وبتاع والكلام ده كله. طب ده مش هو جمهور الاهلي؟ النادي الاهلي عمل كده وطالع برضو يلقح ويقول لك اصل المحلي اللي بيلعب في المحلي والناس اللي ما بتلعبش دولي والناس مش عارف ايه، وعمال يلقح ويرمي كلام عليه. هو الزمالك عامل لك ايه؟ الزمالك اصلا محطوط عليه. انت معاك الاعلام، معاك اللي بيصرف عليك من جوه، معاك اللي بيصرف عليك من بره، كل حاجه متوفره لك. معاك الدولارات اللي اصلا هي مش موجوده وانت بتجيب لعيبه بالهبل معرفش بتجيبها منين. وطالع ويستظرف ويقعد يقول لك يا نسر. هو بيقلد مين بقى؟ بيقلد مي عمر في مسلسل ايش ايش على مالت يا صقر. حتى دي كمان عايز تاخدها مين اللي عملوها؟ ده انت صحيح، ده انت المفروض هنسميك بعد كده ايش ايش، لاقي عليك الاسم. طبعا النقطة الثالثة اللي احنا بنتكلم فيها الاستاذ خيري رمضان اللي طلع بيهاجم الوزير ومش عارف ما بتعملش مين وما قابلتش مين وما كلمتش مين والكلام ده كله. انت ايه الجرأة اللي انتوا فيها دي؟ انت ولا عادل القيعي ولا انتوا ايه في ايه؟ انتوا ايه؟ مين اللي حاميكوا ولا مين اللي ساندكوا؟ بتتكلموا كده ازاي يعني؟ انت ازاي بتهين وزير كده؟ ده انت اما الوزير راح يسلم على لعيبه وغالبا كان زيزو وسلم عليه وهو قاعد، هتقول ما يصحش وده وزير ولازم يقوم يقف وهو بيسلم عليه. لو انت عمال بتهين وزير بدون اي لازمه وبدون اي مناسبه وبتهاجم وزير مصري يعني، وانت برنامجك الناس بتشوفه على مستوى العالم العربي والكلام ده كله، انت انتمائك غطى عليك. يعني انا مش فاهم هو ايه الموضوع، هو ايه اللي حصل؟ احنا كل شويه بنخترق مواضيع ونتكلم فيها. النقطه بقى الاخيره اللي بوجهها لنجوم نادي الزمالك، نجوم نادي الزمالك القدامى اللي هم بيطلعوا في قناه MBC مصر. انتوا دلوقتي اتمنعتوا من ان انتوا تطلعوا في تصفيات في مباراه كاس العالم للانديه بالامر المباشر، واللي يطلع لازم يبقى لابس فانلة حمراء ومش عايزين الحياديه والكلام اللي اتقال ده كله.
فانا يعني انا بتوجه ليكم ان انتوا يا ريت اللي مش ملتزم بيكم بعقود مع قناه ام بي سي ما يطلعش تاني. انتوا يعني ما انتوا مش لعبه في ايد ده ولا في ايد ده، ولا اللي معاه فلوس ده بيقعد يشتري الناس كلها. يعني والله انا شايف انه اشترى 95% من الناس يعني، الا القليل يعني بفلوسه. فين الكرامه بقى؟ فين كرامه لعيبه الزمالك ديت؟ فانا بتوجه من هنا ان هم ما يظهروش عن قناه ام بي سي، خصوصا مع ابراهيم فايق. ابراهيم فايق اللي متهم في قضيه التزوير، اللي هو تلميذ الكابتن اللي كان متهم في قضيه التزوير. فانتوا طلعوا معاهم ليه اصلا؟ يعني عايزين فلوس ولا انت في اي مكان كل القنوات هتتشرف ان انت موجود. فبناقص القرش اللي هيجي بدون انا مش عارف اوصلها ازاي بصراحه. القرش اللي هيجي ويكون مثلا يجي كده وعلى حساب نفسك، ما الفلوس بقت تشتري الناس كلها بس ده اللي انا حبيت اتكلم فيه. ونقطة أخيرة بقى لمجلس إدارة الزمالك، يبتدي يفوق ويتحرك كويس، وبلاش إن هو يقعد كل شوية يمط في المواضيع، يتفاوض مع لعيب يقعد 5 أشهر، يتفاوض مع لعيب مش عارف هيعين مدير فني يقعد شهرين، وده يقول وده يعيد وده يزيد. يعني غلبوا مصلحة النادي على مصلحتكم الشخصية. نادي الزمالك الجماهير بالملايين، لو انتوا مش قد المسؤوليه سيبوها لحد تاني قد المسؤوليه. مش عارفين تاخدوا القرار، سيبوها لحد تاني. وشكرا.